احنا هنشتغل برنامج كانفا، لاني انا كمعلم اونلاين لازم يكون عندي ادوات اقدر اشتغل عليها في تدريس اونلاين، مش ان انا بس اعرف اتعامل مع الزوم ميت الكلاودز، او ان انا يا دوبك اعرف اشرح بس بالوايت بورد. الحاجات دي كلها لا، انت عندك كذا اداه عشان تعرف الناس بيك او تكسب ثقه اولياء الامور فيك. فلازم اولا تعرض المحتوى بتاعك على هيئه بي دي اف، او على هيئه صور، على هيئه اعلانات سوشيال ميديا. الاعلانات برضو حاجه مهمه جدا جدا، اللي هي بتجذب اولياء الامور لشغلك. من اهم بقى الحاجات اللي من الاخر عشان ما اكتبش عليكم، اللي هي بتجي من الاخر، هي بتخلي ولي الامر لا انا عايز المدرسه الفلانيه، او انا عايزه المدرس ده بالاسم كده. لو انت عندك محتوى او انت صانع محتوى على قناه اليوتيوب او الفيسبوك مثلا، بتنزل ريلز على الفيسبوك كل شويه، بتنزل محتوى على اليوتيوب، فده برضو بيخدمك جدا وبيدعمك جدا في انك تتعرف وتتشهر اكتر. وكمان يا سلام بقى لو انت بتعمل فيديوهاتك بنفسك، ده قدام ان شاء الله هنتعلم المونتاج، وهنتعلم ازاي نعمل صناعه محتوى من الف للياء بامر الله. بس خلينا كده نصلي على النبي ونقول بسم الله، وتعالوا بينا نبدا في برنامج كانفا. اول حاجه هو انت بتنزله، او حضرتك بتنزليه من على الجهاز بتاعك، سواء اللابتوب او الموبايل. لازم بتسجلي بالايميل بتاعك، بتعملي لوج ان يا اما بالايميل يا اما بالفيسبوك. الافضل بصراحه بالايميل الافضل، بحيث لو انت عملتي اشتراكات مثلا على كانفا، الاشتراكات المدفوعه، لان هو بيسمح لك ان يبقى فيه صور احلى وديزاينات اجمل وقوالب جاهزه اشيك بصراحه بكتير من القوالب المجانيه اللي هو بيعرضها على حضراتكم. طبعا انتوا هتشوفوها معانا، وان شاء الله هشرح لكم بالتفصيل ممل احنا هنعمل ايه. ده البرنامج كانفا زي ما حضراتكم شايفين، برنامج سهل جدا. هو ممكن في الاول هنحس ان هو متعقد شويه، في حاجات كتيره قوي، ايه ده، ايه الحاجات دي كلها. هنمشي مع بعض واحده واحده. اولا دي الواجهه بتاعت البرنامج، او الهوم او الصفحه الرئيسيه بتاعت البرنامج. تمام كده، فور يو الحاجات اللي انت او حضرتك صممتها، ودي بيعرض عليك شويه اقتراحات كده في التصميمات اللي المفروض ان انت تشتغل عليها، زي مثلا دوكيمنت لو انت عايز تعمل ملف، بديل الوورد، عايز تعمل وايت بورد، عايز تعمل برزنتيشن، عايز تعمل فيسبوك كفر. بيعرض عليك اقتراحات كده، انت عايز ايه، يعني انت عايز تصمم ايه بالظبط. تمام، فهنسيبنا من دي خالص، وهنبدا نشوف بقى ايه الحاجات اللي هنا. طبعا لو احنا عايزين حاجه دوكيومنتس مثلا، حاجه تكون فايلات بي دي اف، تمام كده، او شغل البورد والحاجات دي كلها، فكانفا هنا هيشتغل لك الموضوع ده قوي. الوايت بوردز لو انت هتستخدمها بقى، لو انت فاتح الزوم وهتشرح للطلبه بتوعك، فانت هتستغل الوايت بورد دي، او الاوبشن ده. الاوبشن الثالث اللي هو البرزنتيشنز، ودي بنستخدمها لو انا عايز اعمل برزنتيشن كبديل باوربوينت. انا ما عنديش لابتوب، او لو عندي لابتوب بس اللابتوب بحس ان هو يعني قعدته ممله ومعقد وكده، او خصوصا الباوربوينت بالذات. في بعض المعلمين يعني بيضطروا ان هم يجيبوا صور من مواقع او ويب سايتس خارجي، فانا الكانفا هو بيساعدني بقى، اللي هو الصور اصلا كلها فيه، والفونتات والخطوط وكل حاجه فيه. فانا مش هدور بره، مش هدور على خطوط بره، مش هدور على صور بره، كله في البرنامج ذات نفسه. فانا بحب اشتغل بيه بصراحه، حتى لو باللابتوب. وبعد كده باخد بقى البرزنتيشن وابتدي اعرضها على الباوربوينت عادي جدا. دي بقى المخليه المره الجايه ان شاء الله هشرحها لكم بالتفصيل. السوشيال ميديا، لو انا بقى عايزه اعمل اعلانات على السوشيال ميديا بصورتي، بالكورسات بتاعتي، ده هيفيدني جدا. الفيديوز لو انت عايزه تعملي فيديوز خاصه برضو بالشغل بتاعك، فده برضو هيفيدك جدا في برنامج كانفا. طيب تعالوا بينا نقول بسم الله، وعايزين نصمم حاجه اي فورم او ورق كتاب، كتاب بي دي اف او مذكرات بي دي اف زي اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا. طيب تعالوا بينا نقول بسم الله. واول حاجه انا هعملها ان انا هسيرش هنا، هعمل في السيرش، شايفين السيرش ده يا جماعه اللي على السبوت لايت ده؟ هكتب هنا A4 بس كده، A4. عايز تكتب A كابيتال او اسمه براحتك، A اهي A، وبعد كده 4، لان انا الديزاين بتاعي او مساحه الورقه المقاس بتاعها A4، التصميم بتاعي اللي هو شكل مطول. تمام كده، فانا لازم اراعي المقاس اللي انا هشتغل عليه. يعني المقاس مثلا لو انا مثلا هعمل بوست على الفيسبوك ليه مقاس معين، لو انا هعمل برزنتيشن ليها مقاس معين، لو انا هعمل يعني حاجه A4 ليها برضو مقاس معين. فاحنا لازم نراعي المقاسات دي، مهمه جدا. ما ينفعش اعمل مثلا شغل باوربوينت او شغل سوري يعني A4 على باوربوينت او العكس، لا. تمام، فاحنا هنكتب A4 ويلا نعمل انتر. ايه بقى المعروض قدامي؟ هو هيعرض عليا شويه ديزاينز،
تمام كده، او شويه قوالب جاهزه. بس ده هو هنا عارض الديزاينات بتاعتي. انا هخش على الهوم عشان يعرض لي الديزاينات بتاعت الهوم ذات نفسها، يعني مش الديزاين بتاعتي. A4 تاني، ونعمل تمبلتس هنا، مش بروجكتس. تمام كده. اللابتوب الموبايل هقول لكم هتعملوا ايه، بس انتوا كده في الموبايل برضه هتكتبوا A4 من فوق في السيرش فوق الجنة. تمام، ويندوز انتر. A4 سايز بيج بلانك تمبلتس، فظهر لي شويه بيجز بالفريم بتاعها. يعني انت او حضرتك بتختار الفريم اللي انت عايزه. تمام كده، الفريم اللي هو الاطار، يعني مثلا الاطار زي ده. يعني مش الافضل ان تختار فريم بالشكل ده اللي هو اطار كله كامل متكامل، خصوصا لو حضرتك ناوي ان انت تطبع، او حضرتك ناوي تطبعي الفايل ده، تعرضيه للطباعه. ففي الطباعه مش هيبقى حلو، دي مشكلته. يعني لازم الفريم يبقى زي ده الافضل. يعني الافضل انواع الفريمات اللي مش هتاثر على الطباعه ولا الالوان، ولا هتسحب الوان كتير. طب كده هي الفريمات اللي زي كده، اللي هي عارفه اتنين، ما يبقاش فيه برضو هنا وهنا، لا جزء فوق وجزء تحت بس. لكن حاجه خصوصا لو هنطبع. تمام. طبعا هنا بنشوف الفريمز اللي احنا عايزينها، اي فريم انا عايزه اشتغل عليه. انتوا حضراتكم هتخشوا عليه هيتفتح الفريم على طول في الموبايل، لكن احنا في اللابتوب لازم اعمل كستمايز اهو وادخل بقى. تمام. يعني لو حضرتك هنا مثلا عجبك الشكل ده بتدوس عليه. ده اول حاجه احنا بنعمله ككفر الاول، ده الكفر المذكره. لو عجبنا الشكل، او كونكت اهو 4 كي جي مثلا، او كي جي 1. طبعا كلمه كونكت انا كتبتها عدلت عليها، وبعدين انا هشد بالجنبين كده. انا بس هكبر لكم السايز شويه من الجناب. احنا بنصغر من الجناب برضه، يعني المربع البنفسجي ده هو ده اللي بيقول لي انت محدده ايه بالظبط. يعني انا محدده ايه، إيه النص اللي انا محدداه، او الشكل اللي انا محدداه. يعني لو انا تكيت مثلا هنا، فانا محدده على البابلز هنا، محدده على البابلز الثانيه هنا، محدده على الغواصه مثلا. فاي حاجه انا بتكي عليها بضغط عليها فهو بيقول لي انت محدداها. الاطار البنفسج ده هو بيقول لي انا يعني عامله ايه بالظبط، محدده ايه. طيب، فانا بختار الشكل اللي انا عايزاه. فانا هنا كتبت كونكت، وبعد كده لو نفس الديزاين عجبني، او نفس شكل الفونت عجبني، بعمل هنا شوف دوبليكيت. دوبليكيت هنا اللي هو التكرار، ان انا بكرر الكلام. يعني انا احدد التكست ده، وبعد كده هلاقي كده من الجنب بعد ما احدده الشكل ده كده، هلاقي طلع منه كده ايه، يا اما حاجه ديليت ان انا عايزه امسح الكلام ده، او دوبليكيت ان انا عايزه اكرره. انا عايزه اكرره تاني صراحه. لا انا عديت البابلز، دي البابلز. طب خلينا ده اهو دوبليكيت بالشكل ده، وابتدي اشده كده وانزله لتحت، وامسح الكلام ده كله، واكتب 4 كي جي مثلا، كي جي اهو 1 مثلا يعني. بس طبعا هصغر الكلام ده شويه. تمام كده اهو يا جماعه. طبعا الكلام اللي انت بتحدده هو بيطلع لك كده في الموبايل، في الموبايل بيطلع اوبشنز كده من تحت. إيه، عايز تغير التكست، عايز تغير النص، عايز تغير اللون، الحاجات دي كلها. يعني النص ليه الاوبشن بتاعه، اللون ليه الادوات بتاعته، وهكذا. تمام. غير اللابتوب طبعا، اللابتوب اهي بص الاوبشنات بتاعتنا. انا بس عايزه اجيب لكم اهو دي. يعني انا يا دوب ضغطت على الكي جي 1 فطلع لي هنا ايه الشكل الفونت. لو انا عايز اغيره ماشي اهو، دي فونتات اهي. يعني مثلا انا قلت اغير الفونت شويه اهو، فانا بختار الشكل الفونت اللي انا عايزاه بالشكل ده. في حاجات بفلوس وفي حاجات بلاش، في حاجات مدفوعه وفي حاجات فور فري. المدفوعه انا بعرفها منين؟ بعرفها من رمز التاج ده. شايفين التاج ده، سواء صور بقى او كده او خطوط، فبلاقي ده بيقول لي هو ده مدفوع. تمام. طيب تعالوا بينا بقى. انا كي جي 1 انا لقيت بقى عايزه اغير الفونت، او انا كده خلاص ظبطت الفونت، عايزه اغير اللون. يعني اللون انا عايزه اغيره. تمام كده. فبنعمل ايه؟ بحدد الكلام ده بالشكل ده، وعند الحرف الاي طبعا هتلاقوا كلر. يعني انتوا هتلاقوا تكست كلر او لون النص هتلاقوه موجود. فهنضغط عليه مثلا واختار اي لون تاني غير اللون ده مثلا، وليكن نختار اللون
الاصفر، يعني مش عارفه بقى هيبقى حلو ولا لا مثلا يعني. طيب بعد ما عملت اللون الاصفر خلاص كل حاجه، لازم ان انت تعمل افكت. يعني ايه افكت؟ يعني شويه تاثيرات. تمام كده، ان انا اعمل تاثيرات على التكست. ازاي؟ طب تعالوا بينا نشوف. يعني مثلا نعمل شادو، ظل، نعمل مش عارفه اوت لاين، خط خارجي. تمام كده، اعمل له مثلا اللي هو يديني احساس اللي هو 3 دي، اللي هو يعني مجسم. فالحاجات دي كلها انا بعملها. تمام اهو. فنختار شادو مثلا، ده الشادو. تمام كده. لو انا عايزه اعمل ازاحه اهو، عايزه اعمل ترانسبيرنسي اللي هي شفافيه اهي. طبعا هختار اكيد لون تاني غير اللون الاصفر ده اهو، لون تاني غير اللون الاصفر ده، وليكن لون غامق شويه، وليكن لون اسود يعني مسودها اه، عشان بص يديني افكت اللي هو التكست ملموس شويه. تمام. برضو كلمه كونكت ممكن نعملها شادو، وبرضو نختار لون الاسود من هنا الكلر. يعني انت هتنزل تحت، حضرتك هتنزل تحت او حضرتك هتنزلي تحت اهو، سواء موبايل او اللابتوب، هتنزلي تحت وتدوسي على الكلر عشان يظهر. تختاري اي لون. هننزل تحت كده يا جماعه، في عندي ديفولت كولرز اللي هي ال الالوان الافتراضيه، وفي الوان اللي هي ممكن اعملها بمزاجي، ودي هقول لكم عليها بالتفصيل. تمام اهو. ونختار مثلا لون اسود عشان ابين كلمه كونكت دي تبقى بارزه، تديني كده احساس اللي هي ايه، مجسمه شويه. تمام. طيب عايزه اضيف بقى لمسات حلوه للكفر. طبعا بقى نضيف اسماك بقى، نضيف مش عارف ايه. فدي برضو دي حاجه بتاعتك، ودي بنجيبها منين؟ انت مثلا عندك هنا ديزاين، هنا بنلاقي كلمه ديزاين وهي القوالب. ايه بالعربي معناها القوالب. عندي الانلتس اللي هي العناصر. لو دوست على العناصر تمام، وجيت بحثت كده وعايزه اكتب كلمه فش، او اكتب كلمه سواء بالعربي او بالانجلش عادي. لو احنا لو بحثنا بالعربي هنلاقي نتائج برضو كويسه عادي جدا، بس تظهر. واكتب كلمه فش مثلا في السيرش. يلا بينا نعمل سيرش، وهنلاقي هنا جرافيكس اللي هي الجرافيك، الصور اللي بتبقى جرافيك مرسومه يعني. اختار منهم اي صوره، زي مثلا صوره زي دي اهي، مش لازم يعني تكون متساويه. مثلا عايزه مثلا اجيب حاجه تانية، صوره مثلا جولي فيش مثلا اهي. فانا ادور واكتب جولي فيش لو انا عايزه ازود لمسات للكفر بتاعي. ماشي اهو، واسرج. ماشي، خلينا في البنفسجي ده ونحطه فوق اي حته فيهم بقى. طبعا هنا لو انا عايزه اخلي يعني يبص الناحيه التانيه، فانا بحدد الاول الصوره، وبعد كده بعمل لها حاجه اسمها فلاج. يعني بتحددي الصوره الاول، هتلاقي في الاعدادات تحت تحت فوق، يعني تحت في نفس الصفحه اللي انت فيها، هتلاقي حاجه اسمها فلاج او انعكاس. انعكاس، هضغط عليها وهختار انعكاس الافق. تمام كده، يعني في انعكاس راسي وفي انعكاس افق. فانت بتختاري اي شكل انت عايزاه بقى. لو انا بحب ان انا يعني اكون دقيقه جدا في الديزاين بتاعي. طب انا خلاص خلصت البيج دي. تمام. الناس اللي معاها الموبايل ركزوا معايا بقى في الحته دي. انا عايزه اضيف بيج تانية. انا عايزه اضيف بيج تانية. هنسيب ايدينا هنا، هنسيب ايدينا في اي مكان فاضي من المكان الرمادي ده او الجراي ده. ماشي. بعد ما سبت ايدي هتلاقي كده مربعات صغننه من جنب هنا من تحت، مربعات صغننه اللي هي بتاعت البيجز، اد بيجز او حاجه زي كده. تمام. من تحت ده في الموبايل اد بيج اهي يا جماعه. ده باللابتوب. الموبايل فيه مربعات صغيره، لو حطيتي ايدك بس على الخلفيه اللي لونها رمادي دي هيطلع لك مربعات صغيره، وهتضغطي عليها جنب بعض. انا مش عارفه ارسمها لكم ازاي يعني، مربعات جنب بعض كده ورا بعض صغيره. تمام، حاجه زي كده اللي هي البيجز او حاجه زي كده. تمام. طيب نيجي بقى نعمل ايه؟ بعد ما اضغط عليها طب كده هيجي لي بقى بيقول لي بقى يعني اد بيج ولا دوبليكيت بيج ولا ايه. انت عايزه تكرري البيج ولا عايزه تجيبي بيج جديده؟ انا عن نفسي عايزه بيج جديده، فانا هدوس اد بيج بالشكل ده، فهيجي لي البيج زي ما حضراتكم شايفين. طيب
بعمل ايه بقى؟ اللون ده انا بغيره، اللون ده انا يا دوبك بس اضغط بس على الصفحه دي كده. يعني لو شلت ايدي انا كده مش ظاهر لي الاطار البنفسجي اللي حوالين منها. في اطار بنفسجي المفروض يظهر لي حوالين البيج، حوالين الصفحه. بصوا انا حددتها اهي، دوست عليه فطلع لي ايه؟ طلع لي الاطار البنفسجي بيقول لي انت كده حددتي البيج دي. طب انا عايزه الونها ابيض، هتلاقي هنا عند الكالر اهي باك جراوند كالر اللي هو اللون الخلفيه. هضغط عليها واختار اللون الابيض ده، اسلم شيء يعني. تمام لحد دلوقتي تمام كده. نيجي بقى عند الفريم، انا عايزه اعمل فريم بقى حلو شكله لطيف كده. طيب يعني انا كده ده الكفر بتاع المذكره بتاعتي. تمام يلا نيجي بقى عند الفريم. الفريم بنعمل فيه ايه؟ طيب بنيجي نخش على العناصر. يعني انا بضغط كده في الناس اللي معاها الموبايل هتلاقي كده على جنب في علامه البلس، علامه الزائد. تمام كده، يعني على جنب كده في علامه زائد بلون بنفسجي كده هنا، او اهو بالشكل ده، او من تحت يعني على جنب او من تحت في علامه الزائد، علامه البلس. فانت هتضغطي عليها فهيطلع لك الادوات دي كلها، اللي هو الديزاين ولا ايلمنتس ولا تكست اضافه نص ولا براند ولا ابلودز، الحاجات دي كلها، او التحميلات، الحاجات دي كلها. تمام بس اهم حاجه نضغط على ايه؟ علامه البلس دي، لان دي مهمه جدا، هي اللي بتفتح لي بقى بقيه الحاجات التانيه اللي انا اضيفها. تمام فوق كده ماشي، يعني عندك سيركل فريم، ريكتانجل فريم، مش عارف سكوير، انا هختار ايه؟ هدوس فريم بس كده بوجه عام، وبعدين اختار جرافيكس. بعد ما اختار جرافيكس هختار سي اول، او يعني مشاهده المزيد يعني. تمام اهو، وابتدي اختار شكل القالب اللي انا عايزاه. احنا طبعا متفقين ان الشكل القالب انا هختاره يعني ممكن اختار حاجه زي كده، بس انا شايفاه مش احسن حاجه، انا عايزاه نختاره من فوق. يعني انا هعمل ديزاين فوق وديزاين تحت، حاجه فوق وحاجه تحت. طب كده ممكن اسميه ويفز مثلا، امواج، اي حاجه. يكتب ويفز مثلا، انا مش عايزه قالب كامل متكامل، انا عايزاه. هقول لكم هعمله ازاي. حاجه زي كده مثلا اهي كده برضو اهي بالشكل ده. تمام ولو عجبني نفس الشكل برضو ممكن اعمله ديبليكيت، تكرار، وابتدي اخده واغيره. يعني إيه اغيره؟ يعني اخليه يلف داير ما يدور من هنا كده. بصوا اعمل له يعني ايه، الفلفه كده. تمام اهو. اغيره منين؟ هوريكم تاني اهو. اغيره من في شكل الدايره اهي، شايفينها اللي انا محدده عليها دي، باخدها كده وافضل الف بصباعي اهو، بلف صباعي اهو بالشكل ده يا جماعه، وابتدي احطه هنا. ده بيبقى افضل انواع الفريمات، يعني عشان الطباعه بقى، لو الناس بقى ايه بتركز عايزه تطبع وربنا يعني يكتب لها الخير يا رب، فده هيفيدها جدا. ده خليه مظبوط اهو بنسبه 180 درجه اهو، وابتدي اخدها واحطها فوق بالشكل ده. والله برضو حلو صح؟ حلو يعني. هنحط لمسات خفيفه بقى، حاجات بسيطه. انا بتكلم مثلا الفريم بتاعي في الاول الكفر كان عن البحر والاوشن، الحاجات دي اللي هي سمك وميه والجو ده كله. فانا ممكن اخليه الشكل ده عادي جدا، ان هو يديني رمز الرمل، الحاجات زي دي، رمز الرمال، حاجه زي كده. اما الشكل ده انا هغير لونه، الجزء اللي فوق ده هغير لونه بقى. هغير لونه منين؟ من الكلر. اختار لون مثلا لبني بالشكل ده، لون افتح، براحتي. تمام كده مفيش اي مشكله خالص. تمام كده لو عايزه تكرريه تاني هقول لك بقى تعملي حركه حلوه قوي. فانا كررته، بس طبعا هغمق اللون شويه سيكه كده. اهو انا هعمل يعني جريدينت كده، هعمل ايه؟ تدرج بالالوان. وصلت؟ تدرج بالالوان، يعني انا عامله كده فريمين، واحد لونه فاتح والتاني لونه اغمق شويه اهو. ماشي بالشكل ده. طيب ايه تاني؟ هنا برضو لو انا عايزه افتح الاصفر عادي جدا، هعمل له دوبليكيت، وابتدي اغير اللون برضو اغمقه شويه. بصوا كده اهو. وصل كده يا جماعه؟ هو مش احسن حاجه بس يعني ايه تمام. قلنا بقى
احنا لسه بنبدا، لسه مبتدئين. تمام. طيب خلاص انا ظبطت الفريم بتاعي واختار من تحت غامق شويه، مش مشكله، بس المهم ما يبقاش فيه جوانب، ما فيش جوانب احسن، ده هيفرق جدا في الطباعه صراحه. تمام. طيب خلاص خلصت الفريم، انا ممكن بقى اضيف شويه لمسات حلوه، عايزه احط مثلا رقم البيج، يعني مثلا عايزه اعمل، اكتب مثلا سيركل، دايره، واكتب 3D عشان ارقم بيها البيجز مثلا، اعمل للترقيم يعني 3D اهو، وادوس كده سي اون عند الجرافيكس، واختار بقى اشكال الترقيم، يعني مثلا شكل زي ده كده، واصغره شويه، شويات يعني شويات خالص كمان، وابتدي مثلا احطه بالجنب. لو انا مثلا انا ما اعرفش انا طبعا المحتوى بتاعي ايه، عربي ولا انجلش ولا ايه، فلو عربي هنخليه في الجنب اليمين، لو انجلش هنخليه في الجنب الشمال. تمام كده، ومش باين قوي بس ماشي. ظبطنا هنا، ده اللي هنحط فيه رقم البيج نمبر 1 بتاع، وهكذا. طبعا عندكم اشكال كتيره قوي يعني، بس انا اخترت ايه يعني حاجات بسيطه يعني. تمام اهو. تمام كده. طب يلا بينا بقى نبدا نحط العنوان. البيج دي خلاص، يعني البيج دي تمام وزي الفل وعجبتني والدنيا تمام. طبعا حضرتك عايزين تحطوا مثلا ايه، اسماك مش عارف ايه، حاجات اللي هي اللطيفه دي ماشي. عايز تخلي الكفر او الفريم بتاعك سيمبل، مفيش اي مشكله خالص، دي بترجع لحريتك. يعني لو انت عايز تضيف حاجه ثانيه حط هنا حاجات خفيفه، حط اضافات براحتك خالص. تمام. طبعا اللي بتليق على الماده بتاعتك. تمام كده. طب انا دلوقتي عايزه اقرر البيج دي تاني. البيج دي انا هشتغل عليها بقى على طول يعني، يعني هفضل يعني هقول لكم ازاي. يعني مثلا البيج دي اهي، فانا نازل هحط ايدي برضو. لو انا في الموبايل، الموبايل انا كده بتكلم عن الموبايل، الموبايل هحط ايدي في المكان الفاضي هيطلع لي مربعات، والمربعات دي انا هعمل بيها ايه؟ هتكي على البيج ذات نفسها، البيج دي هتكي عليها ذات نفسها، فهلاقي رمز اللي هو دوبليكيت بيج او تكرار الصفحه. يعني انا هنا في اللابتوب لقيتها على طول، لكن في الموبايل لازم تعملي الحركه اللي انا بقول عليها دي، اللي هو هتدوسي على مربعات صغيره كده، هتلاقي هتحددي الصفحه اللي انت عايزه تكرريها، هيطلع لك طبعا الصفحتين اللي انت عملتيهم، الصفحه الكفر وصفحه اللي هي دي. تمام كده. فهتضغطي عليها وبعد كده من تحت هتلاقي حاجه اسمها دوبليكيت بيج او تكرار الصفحه، فانا هكررها تاني، وبرضه هضغط عليها تاني واكررها تاني، لان دي هشتغل عليها على كل الصفحات بعد كده. يعني شوفي بقى انت هتعملي مثلا البي دي اف كام صفحه، 10 صفحات، 20 صفحه، 100، فافضلي ايه قرري فيها بقى براحتك اهو، انا عماله اكرر فيها. تمام كده. طيب خلاص بعد ما قررت بقى وظبطت الصفحات بتاعتي، تعالوا بينا ندخل على البيج بقى الثانيه دي اللي هي تاني واحده انا عملتها، وابتدي بقى انا عايزه اضيف تكست او عايزه اضيف راس عنوان للدرس بتاعي. نيجي بقى نعمل ان انا عايزه اضيف شكل كده حلو، يعني زي مثلا زر مثلا احط عليه العنوان، شكل كده حلو. فانا ممكن اكتب مثلا، اكتب بطن هنا اللي هو الزر اللي هي اللي انا هكتب عليها العنوان، فريم كده، هو فريم عباره عن فريم هكتب عليه التكست بتاعي. طبعا بصوا شايفين الاشكال الحلوه، اشكال جميله شكلها حلو. في اشكال هتتفتح معاك بسرعه يعني هتكون موجوده، وفي اشكال للاسف يعني هتغلبنا شويه. تمام كده بالشغل فيها يعني، فاحنا نختار الشكل اللي يعجبنا. ممكن ده لطيف شويه. خلاص كده حطيت الفريم. بصوا بقى شايفين الخطوط الصغيره دي، النقط الصغيره دي شايفينها يا جماعه؟ النقط دي بتقول لي ان انت حاطه في المكان الصح، او حاطه في سوى واحد، يعني مش حاطاه هنا كده، لا انت حاطاه في سوى واحد، مش حاطاه بالجنب كده او حاطاه بالجنب كده، لا انت بتحطاه في النص بالظبط. بصوا شايفين يا جماعه؟ دي بتقول لي انا الدايركشنز بتاعي الخاصه بالشغل بتاعي مظبوط ولا لا. فانا كده حطيت. طب نكتب بقى، نبدا بقى نعمل ايه؟ ان احنا خلاص هنعمل اد تكست. طبعا اد تكست ده ازاي؟ ان انا هدوس على رمز البلس اللي انا قلت لكم عليه تحت. تمام كده، يعني انا هشيل ايدي. تمام كده هلاقي في علامه البلس، علامه الزائد، هدوس عليها هيجي لي بقى ايه؟ الشكل ده اللي هو اد تكست، شايفينه؟ وبعدين هختار اد اهيدن اللي هو اضافه النص الرئيسي، العنوان الرئيسي. يعني انا هضيف بقى يعني هيدن ولا سب تايتل ولا ايه بالظبط، فانا هختار العنوان الرئيسي بتاعه
بالشكل ده. وبعدين هبدا ان انا اكتب مثلا alphabet مثلا. وبعدين بعد ما ضفت كلمه alphabet او الليترز او الحروف او اي حاجه letters and sounds الحاجات دي كلها حسب ما انتوا عايزين بقى. تمام. فابتدي ان انا خلاص هاخد التكست ده كده، بس لازم ان انا اعدل عليه. طب انا اعدل عليه ازاي؟ لازم احدده الاول وبعد كده اعدل عليه. يعني مثلا اغير اللون بتاعه، اغير الفونت بتاعه. طبعا الفونت اللي هو هنلاقي اللي هو الخط، شكل الخط. تمام. طبعا هنا عندنا خطوط كتير قوي. هقول لكم برضو الناس المعلمين اللغه العربيه هقول لهم ازاي يكتبوا فونتات باللغه العربيه، ما تقلقوش خالص. تمام كده. لان احنا عندنا برضو معلمات لغه عربيه فدول على راسنا بصراحه، فلازم طبعا ايه نقول لهم. اهو انا هعمل يعني هعمل بيج خاصه بالانجلش واعمل بيج بالعربي. حلو كده. اهو بص بقى، انا هكتب كلمه الفابت مش بالفونت ده اخترته. وبعدين انا عايزه اغير لون الفونت، مش عايزاه اسود، عايزه لون تاني. هختار تكست كولر. بص بقى، عندنا هنا الوان افتراضيه اللي هي ديفولت كولرز، الوان افتراضيه عاديه اهي. وفي الوان تانية انا ممكن اجيبها بمزاجي. ايه بقى الالوان التانية اللي اجيبها بمزاجي؟ هطلع فوق شويه وهضغط على الباليت بتاعت الالوان دي اللي هي اد نيو كولر. دي هضغط عليها بالشكل ده. وبعدين ان انا ابتدي اهو اختار اللون اللي انا عايزاه اهو. بس بقى تختاري الالوان اللي حضرتك عايزاها، تلعبي تخففي اللون، تخليه فاتح، تخليه غامق. كل ده انت قادره بيه. يعني انت مثلا عايزه قابل للاحمر اهو، فده اللون الاحمر. وابتدي بقى العب في حته ايه، اغمق وافتح والحاجات دي كلها. تمام. انا عن نفسي عايزاه لونه بنفسجي، يبقى اللون كده بيربل كده، مش زي ما بيقولوا اهو. هو بنفسج غامق صراحة، او بنفسج معرفش مش باين له ملامح خالص، بس ماشي يعني اهو. تمام. وبعدين باجي بعمل حاجة اسمها افكت على الديزاين ده او الفونت ده. افكت اللي هو اللي اسمه التأثيرات بالعربي كده، تأثيرات. فانت بتختاري بقى عايزة تعملي شادو، ولا عايزه تعملي الليفت، ولا عايزه تعملي سبلايز بالشكل ده، ولا عايزه هو اللي هو فاضي بتفرج، ولا عايزاه باك جراوند. وده طبعا ما بفضلهوش لان كده كده انت حاطه اصلا فريم، فلا ما بفضلهوش. فهنجرب كده نخليه في اوت لاين. ممكن نخلي اوت لاين مثلا. انا كديزاينر انا مش هحط نفسي إن انا كتيتشر، انا هحط نفسي كديزاينر لان انا لازم يعني عيني تبقى بعين الديزاينر ذات نفسه. تمام. فلازم واحد حاجتين، يبقى لازم يكون عندي تنسيق كويس جدا، وعندي الذوق يبقى ذوقي يبقى شيك، يعني ان انا اراعي الشكل اللي هيريح عين الطالب. تمام. فالمنظر ده مش حلو ان انا اخلي الشكل الفونت لونه غامق والاوت لاين اللي هو الخط الخارجي يبقى غامق. لا مش حلو. امال انا اعمل ايه؟ تعملي العكس. يعني لو اللي جوه الخط الداخلي ده اللي جوه فاتح، يبقى الخط الخارجي غامق. لو الخط الداخلي غامق بالشكل ده اللي هو اللون البنفسجي، يبقى لازم الخط الخارجي عكسه يبقى ايه؟ افتح. طب هفتحه من هنا من كلر، واختار مثلا اللون الابيض. هو بدأ يبان شويه، او بصوا اللون، يعني اللون بان. لكن لو انا اخترت لون اسود خط خارجي، يعني هو مثلا نفترض تحسوه بايخ، مش حلو. فاهماني؟ فده اللي بتكلم فيه. اهو انا كده فتحت الكالر اهو الخارجي. وبعدين نعمل ايه بقى؟ تعالوا بينا نشوف. طبعا نختار اللي هنا السيكنس او السمك. السمك لو انتوا عايزين سمك كبير قوي او سمك ارفع شويه، بحيث نفصل ما بين كل حرف والتاني، ده برضو براحتك. عايزه تخلي الحروف لازقه في بعضها بالشكل ده، برضو براحتك ازي الوقت، مفيش اي مشكله خالص. طب انا عايزه الحروف تبان، تتخيل السمك خفيف. وبعدين بنيجي عند حاجه اسمها سبيس او حاجه اسمها خاصه بالمسافات، اللي هي كانت المفروض هنا سبيسنج، اللي هي المسافه. بضغط عليها وابتدي اعمل سبيس ما بين الليترز. يعني في لتر سبيس اهو، في مسافات ما بين الحروف. بصوا لحد، بصوا شايفين فين اهو ان انا ممكن اقرب بقى. يعني هنا للتقريب وهنا للتباعد. تباعد هو اسمه تباعد بالعربي اهو.
عشان اخلي كل حرف ايه باين، ما يبقاش الحروف لازقه في بعضها قوي كده. تمام، حلو كده. طيب خلاص، تعالوا بينا بقى نصغر الشاشه شويه عشان ايه نبدا نعمل الديزاين. طب انا خلاص عملت الالفابet، نيجي بقى عايزه اعمل لتر A. لتر A انا عايزه احطه في فريم كويس او بشكل حلو، وابتدي يعني مثلا نجرب كده. مثلا عايزه تجيب سيركل دايره، شكل مثلا زي كلاود اللي هي السحابه. شوفوا انتوا عايزين تحطوها في ايه بالظبط. هنختار شكل لطيف، نعمل سي او، هنختار البنفسجي بقى. معلش ده لوني المفضل يا جماعه، اللافندر ده انا بحبه اهو. وابتدي احط مثلا على جنب كده. عايزين تحطوه في النص براحتكم، يعني في ناس تحب تحط الشكل الحرف في النص وبعدين الكلمات بتاعته من الجناب. تمام كده. في ناس تانية تقول لك لا انا احطه هنا واحط الكلمات بتاعته. يعني شوفوا انتوا عايزينه ايه. تمام، انا اهو حطيته هنا. المفروض انا اعمل تغذيه بصريه كتير قوي، واشوف كتب كتير عدت عليا، اشوف الكتب الخارجيه اللي احنا بنجيبها للمدرسه، ونشوف الديزاينات بتاعتها عامله ازاي. فاحنا ناخد فكره بس، نبص بصه خفيفه، واحنا ممكن نطبقها من خلال برنامج كانفا عادي جدا جدا. المهم ان انت يعني عامل تغذيه بصريه، عينك واخده على الديزاينات الحلوه. شوف اي كتاب حضانات، اي كتاب خارجي، تمام كده، شوفه وهو عامله ازاي، وانا ممكن اعمل زيه كحاجه ايه لطيفه يعني. تمام. طيب انا مثلا حطيت الشكل ده، وبعدين انا عايزه اكتب، احط برضو تكست تاني، اضيف تكست واكتب ايه كابيتال ايه سمول. بس طبعا اكيد مش لونه بنفسجي، يعني بص لو حطيته هنا مش هيبان التكست او الخط، مش هيبان. تمام، فانا هعمله ايه؟ هخليه لونه بقى يا اما فاتح يا اما غامق. اكيد هخليه لونه حلو شويه، وليكن مثلا لون الابيض مثلا. هقول لكم انا هظبطها لكم ما تقلقوش. ما تعملش، ما تعملش. طب ثواني، انا هظبطه من هنا من بره، وبعد كده احطه، بعد ما اظبطه احطه بقى جوه. نختار لون اصفر، لو جربت حطيته لطيف شويه، خليه ابيض. طيب هنعمل افكت عليه، نعمل شادو، وليكن شادو اسود مثلا، شادو بنفسجي، خليها سودة، نسودها. وبعدين يا جماعه نرجع باك كده، اظبط بقى الاوفست، اللي هي الازاحه، الدايركشن، الترانسبيرنسي، الشفافيه. كل ده انا بظبطه. يعني لو جربت حطيته هنا كده اهو باين، اهو باين اهو يا جماعه، باين. طبعا لو انتوا عايزين تغيروا الخط تغيروا براحتكم، مفيش اي مشكله خالص. يعني انا عايزه اغير التكست، اغير النص كده براحتي اهو. عندكم خطوط كتيره حلوه. انا هعمل لكم صفحه، يعني هعمل صفحه للناس اللي هم اللغه العربيه ماشي، بس ما تزهقوش مني. ممكن تشتغلوا على نفسكم دلوقتي، يعني تشتغلوا معانا بالعربي عادي جدا. تمام. طبعا احنا عندنا هنا كوميك ساينس، ده حلو جدا، الخط ده جميل جدا. ده لو احنا استخدمناه، انا هستخدمه طبعا في التكست اللي جاي، فده شايفاه حلو قوي. كل اللي انا هعمله ان انا طبعا السبيسنج اللي هي التباعد، انا هقرب شويه ما بين الحروف لان هم بعاد قوي عن بعض، فانا هقرب شويه سيكه، حاجه بسيطه يعني، واكبر أهو. تمام بالشكل ده. وبعدين احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه كده ما عملناش حاجه. نبتدي بقى نقول لحرف الاي مثلا. حرف الاي ايه الكلمات بتاعته؟ ايه فور ابل، ايه فور انت، ايه فور الجيتر. فانا عايزه اعمل آه فريم، او مش فريم، شيب، شكل كده يبقى طالع للكلمات اللي انا هحطها. طب تعالى اوريكم ازاي. انا هاجي عند الشيبس، هخش على الاليمنتس، العناصر بالشكل ده. انت يا دوبك لو دخلت على العناصر هتلاقي حاجه اسمها شيبس، يعني هتلاقي recently used، الحاجات اللي انت استخدمتيها قبل كده. وعندك شيبس الاشكال، وعندك بقى الجرافيكس والحاجات دي كلها. انا خليني كده ايه، خليني في الشيبس، الاشكال، ضغطت عليها كلها. فانا عايزه شكل معين انا عايزه احطه.
هوريكم شكل ايه هو. وليكن ممكن ده، وممكن ده، يعني ده برضو لطيف اهو. وابتدي اشده، وهقول لكم انا هعمل فيه ايه بالظبط. يعني انا ممكن احط الكلمات بطول الشيب ده، تمام اهو. بص انا حطيته في النص. طب يا مس اماني اللون وحش، البتاع مداري على اللي انت عاملاه، هقول لكم كل حاجه انا ازاي اظبط الدنيا دي كلها، ما تلاقوش خالص. طب اللون مش حلو صح؟ ايوه صح. طب نغير اللون، نخليه اللون البنفسج مثلا، او اللون اللي هو الشيد ده، لون الشكل. لا مش حلو، احنا عايزين نشففه شويه، نعمل له حاجه اسمها ترانسبيرنسي، نعمله شفافيه. طب الشفافيه دي اللي هي فين؟ انت مجرد بس هتدوري، هتفضلي تدوري، هتلاقي هنا حاجه اسمها ترانسبيرنسي، الشفافيه. هضغط عليها وابتدي ايه؟ العب في درجه الشفافيه بتاعه الشيب ده. بصوا شايفين يا جماعه اهي، بصوا بخليه يعني خفيف اللي هو ايه يعني، فاهمين اهو. طيب وبعدين ما برضه برضه في عك هنا في الموضوع يا مس اماني، ايه الموضوع؟ هقول لكم ما تقلقوش، ما تقلقوش قوي. تعالوا بس كده. طبعا بصوا الشيب اللي انا عاملاه داخل في الشكل اللي هو الدايره والحروف والجو ده. طب اعمل ايه؟ انا عايزه اخلي ده طالع قدام، يعني الدايره والحروف والليله دي كلها طالعه قدام يعني، وده يبقى ورا شويه. احدد اي حاجه فيهم، يا اما احدد الشيب او احدد الحروف بقى والدايره والجو ده. انا خليني في الشيب احسن، تمام. وبعدين اعمل حاجه اسمها بوزيشن. ايه بوزيشن؟ هو الوضع، الوضع اللي انا اخليه قدام ورا. يعني مثلا انا اخليه مثلا باكورد. بصوا اهو، لما عملت باكورد للخلف، فبصوا بقى ما ظهرش على، ما غطاش على ايه، الكلمه، الحرف الاي كابيتال اي سمول، ولا غطى على الشكل اللي انا عاملاه، تمام اهو. طب وبعدين تعالوا بقى، احنا لازم نبدا بقى اهو، مشي بالشكل ده. طبعا مش شايفه بس من الاطار اللي هم عاملينه ده هنا، بس ماشي. طب انا دلوقتي عايزه اقول letter A is for apple, A is for ant, A is for alligator، الحاجات دي كلها. طب انا عايزه احط الصوره، اعمل ايه؟ طبعا الصور احنا بنجيبها بصيغه البي ان جي. يعني ايه بي ان جي؟ يعني ما فيهاش باك جراوند، ما فيهاش خلفيه من ورا. يعني مثلا عايزه اجيب صوره تفاحه، ما اجيبش صوره تفاحه ووراها خلفيه بيضاء، لا انا عايزه اجيب صوره تفاحه يبقى ما وراهاش حاجه، تبقى تمشي على الخلفيه اللي انا حطاها اصلا. إيه، وصلت لحضراتكم الفكره؟ تمشي بتاعته من غير ما اكتب اي حاجه. يعني ممكن تكتبي ابو كرتون، تكتبي ابو بي ان جي، اي حاجه، بس انت يا دوبك كتبتي كلمه ابو تفاحه. يلا بينا نشوف ونخش على سي او، ابتدي اختار كده شكل حلو للتفاحه، يبقى شكل كرتوني وفي نفس الوقت يعني بتدي عين الطفل. هندور اهو، وابتدي احطها كده، ماشي. وابتدي برضو احط الصوره الثانيه اللي هي is for alligator مثلا، وابتدي ادور برضو اختار الشكل ده. برضو ده حلو، شوفي الشكل اللي يريحك. طب انا عايزه اخلي الاليجيتور ده التمساح ده يبقى باصص ناحيه التفاح، مش مديله ظهرها كده. فبقى او مش بدي، يعني هو مش مديلها ظهره يعني كده. فانا بعمل ايه؟ بخش على حاجه اسمها فليب، او بعمل حاجه اسمها انعكاس. يعني بحدد التمساح الاول، وبعدين اعمل له انعكاس من تحت كده. طبعا هتلاقوه في الموبايل من تحت، لكن في اللابتوب هو موجود فوق. واعمل فليب اللي هو الوضع الافقي، واخليه باصص ناحيه التفاح. سهله خالص. هصغره شويه عشان بس ايه، نسبه وتناسب بقى يبقى الدنيا تبقى تمام. تمام كده. طيب انا هضطر اكتب التكست تحت، يعني الصور في الاطار ذات نفسه، التكست يبقى ايه؟ في الجزء الابيض، ما فيش حل غير كده. تمام. طيب واحنا بنصمم نراعي ان احنا نسيب 2 سم من الجوانب دي. انا نسيتها خالص، حقكم عليا. يعني نسيب 2 سم من الجناب واحنا بنصمم يا جماعه، من اطراف البيج دي. انا نسيتها اقول لكم عليها، معلش اهي. بس انا هظبطها دلوقتي. يعني انا مثلا اهي، هقول لكم ازاي، عشان دي انا حقق عليا نسيتها فيها. هنا بنسيب 2 سم من اطراف البيج، الصفحه هنا 2 سم وهنا 2 سم، تمام.
اهو. ليه بقى؟ عشان الطباعه والقص والحاجات دي كلها دي مهمه جدا. فدي برضو خلي بالكم لا يعني اي ديزاينر او اي كتاب هتلاقوه سيب يعني ايه 2 سم من الجنبين، من الجنب اليمين والجنب الشمال، عشان لما يجي يقصقص القص تمام كده، وعشان لما يجي يدبس ما يداريش على الكلام، يعني لو جه دبس ما يداريش على صورة التفاحة، يبقى نصها باين النص التاني متاكل في التدبيس. فاهميني؟ في اللزق يعني. فدي مهمة جدا النقطة دي يا جماعة اهو. انا نسيت اقولها، حقكم عليا معلش. اهو. تمام. طيب ايه خلاص خلصنا اهو. نبتدي بقى ايه نكتب كلمة ابو ونكتب كلمة alligator. وبعدين اهو هنكتبها ازاي؟ نكتبها من تحت كده. ممكن نشد الفريم شوية، يعني الفريم نشده شوية كده، والدايرة تبقى أكبر شوية. بس الفكرة هتبقى رخمة، يعني الموضوع يبقى ايه، مش هيبقى حلو، مش أحسن حاجة. فاهمني؟ اهو هنصغر الجيرو شوية عشان ايه؟ ننزل التناسب. هو ما ينفعش غير كده معايا. تمام. الجيرو اطلع فوق شوية عشان اعرف اكتب. هكتب تحت منهم هنا. تمام. ابتدي بقى اعمل اد تكست، اد هيدر، اضافة عنوان رئيسي، واكتب اهو. واخليه، انا شايفة ان هو لو ايه احنا كتبنا الفونت كده اهو، جيت عملت فونت اه، ظهرت الفونتات. امال معدالي ليه؟ اختار كوميك سانس. لو انت يعني عايزه تدوري على الخط ده بالذات، بتكتبي هنا في السيرش كوميك، هو هيطلع لك بقى كوميك سانس، او بصي اشكال تانية كمان كرتونيه. تمام. خطوط حلوه، يعني خطوط واضحه وفي نفس الوقت يعني ايه، تنفع لكتب الاطفال، كويسه جدا. تمام. وبعدين اهو هاخد كلمه اهو وابتدي احطها هنا، واعمل لها دوبليكيت، هكررها تاني بس يا دوبك. بس لا ثواني، هعدل عليها بقى، هعدل عليها هقول لكم ازاي. ادي كلمه اهو. طب كده ابتدي اغير الايفكت بقى. الافكت ان انا هخلي اوت لاين، بس الاوت لاين يبقى لونه ابيض. بعدين هو مش باين، انا حاساه صوصي صح؟ حاساه جراي، مش حاساه ابيض. ده كده ابيض اهو، ده كده ابيض. تمام. خلاص عملت عملت الافكت على كلمه اقوى، وخلاص اعتمدت عليها. ابتدي اعمل لها دوبليكيت، وابتدي ايه، احط كلمه اليجيرو اهو. بص شايفين بقى الثلاث سطور دي اللي ظاهره؟ في ثلاث سطور ظاهره قدام حضراتكم. الثلاث سطور دي اللي هو بيقول لي انا حاطه الكلمه صح، في الاتجاه الصح، الاثنين في نفس موازين بعض. تمام كده في نفس يعني مظبوطين. تمام كده. فانا هكتب كلمه الجيرو، بس كلمه الجيرو اهي. بص بقى يعني اتحدثت بعيد شويه. مهم. اعتقد كده كويس. بس اللي بحسه كلمه اكو تخينه، يعني انا حاساها تخينه. فانا هشيل البولد ده. في هنا بولد، بولد ده انت بتخلي الخط تخين، صب تخين، او بتخليه رفيع. انا لو اتكيت على بولد فكلمه اليجيتور طلعت تخينه. فانتوا شوفوا انتوا عايزين ايه، يعني عايزينه بولد، عايزينه خط رفيع، براحتكم. شايفه اللي هو البولد افضل يعني. هنا حلو، هيبقى حلو قوي. طب خلاص خلصت ليتر ايه، نخش على الحرف اللي بعده هو ليتر بي. مع طبعا ان انا اسيب مسافه بين الحروف وبين الاشكال والجو ده كله. طب اول حاجه صوره الدايره دي انا عاملاها دوبليكيت، اول ما لقيتش زيها يعني احاول اغير في لونها. لو ما لقيتش زيها انا ممكن اعمل ايه، لو انا عايزه زيها بالظبط بس بلون مختلف، فانا هضغط عليها كده من recently used، وبعدين هضغط على 3 نقط طالعين لي. فهو بيقول لي إيه بقى، بصوا كده، ننزل تحت ننزل تحت، هيقول لي see more like this. انا عايزه شبه دول بالظبط، هات لي شبههم. من كده فانا اختار see more like this. بص بقى طلع لي بقى اللون اللبني واللون البينك واللون، بصوا، والاصفر. عمل لي الوانات كتير اهو تبع الشكل ده بالذات. فانا اختار اللون ماشي الاصفر، وابتدي اصغره خالص.
قد اللي انا عاملاه في الليتر A، واسيب مسافه برضو، يعني بصوا اسيب ال 2 سم من الجوانب برضو، اراعي الجناب. تمام كده. وبعدين ابتدي اعمل دوبليكيت الليتر A كابيتال A سمول، واخليه بي اهو. ادي كده بي كابيتال، وادي كده بي سمول. حلو حلو. نبدا بقى نعمل نفس الشكل، الفريم اللي طالع منه ده برضو احدده واعمل له دوبليكيت اهو، ابتدي احطه هنا. بس يبقى ايه، بصوا يبقى نفس السوا. اعتقد كده تمام صح؟ اعتقد يعني. طب هغير اللون طبعا، هخليه لون اصفر يعني مش هخليه لون، اللون ده هخليه اصفر طبعا. بقى هخش على الكالر، وبعدين بصوا شايفين كده، شايفين فوتو كالرز، في فوتو كالرز هو بيجيب لك الالوان اللي طالعه من الصوره ذات نفسها. فانا هضغط على اللون الاصفر اللي هو اللي طالع من الصوره، اللي هو اللون الاصفر ده هو طالع من لون الزر اللي انا حاطاه اهو. حتى هو محافظ على الترانسبيرنسي او الشفافيه بتاعته، هو محافظ عليها جدا. تمام. وبعدين اعمل ايه بقى؟ هلعب في البوزيشن، البوزيشن اللي هو الوضع. تمام، الوضع. بعد ما انا العب في الوضع هخليه باكورد، اخليه ورا اهو كده. باكورد انا خليته ورا الزرار اللي طالع. طب بعدين البيس فور ايه بقى؟ بعدين بنعمل ايه؟ بنيجي اهو. انا طبعا هجيب كلمه بير، يعني هكتب بير مثلا اهو، واسرش واختار اي شكل بقى، اي شكل بير، الجرافيك. ماشي. انا هقول لكم برضه بالعربي عشان لما اكونش قصرت معاكم. تمام. المعلومات اللغه العربيه تستنى بس معايا شويه، عشان هقول لكم بس تريكات اللغه العربيه بس. تمام. كده ظهر. فانا اختار اي شكل بقى عاجبني، مثلا وليكن الشكل ده هو مثلا يعني، وابتدي اصغره كده، وابتدي برضو اكتب بي، واختار اي شكل لصورة البي مثلا. مثلا يعني انا طبعا اشكال كتير حلوه يعني، بس ايه عشان الوقت، انا ما بحبش الاشكال تبقى تقليديه او تبقى ممكن دي عاجباني قوي مثلا، فانا اخش عليها، مش اضغط على الثلاث نقط اللي فوق واعمل سي مور لايك ذس، اشوف اشكالها يعني هل في منها اشكال كتير ولا كده بس. ممكن دي حلوه، دي شيك خالص، رقيقة. دي بقى اللي بقول عليها فيكتور، الرسمه بتاعتها تحفه، تحسيها 3 دي. تمام. فانا ادخل كده واصغرها شويه. طبعا اكيد هصغر البير اكتر من كده، لان هو عايزه اكتب بقى، يعني عايزه اكتب كلمه بير، اكتب كلمه دي، اسيب مكان التكست ذات نفسه. ماشي لطيف. وبعدين هعمل طبعا اهو دوبليكيت هنا في الفونت، واكتب كلمه بير، امسح كلمه ابل دي واكتب بير. تمام. وهنا هاخد كوبي بيست برضو، واعمل اكتب كلمه دي. تمام. ادي كده انا خلصت اول بيج عندي. طبعا هي مش احسن حاجه، ولكن احنا بنقول ازاي نعمل ديزاين يعني يبقى شكله شيك وكويس. فاهو انا يعني حاولت ان انا اعمل حاجه كويسه. ممكن برضو نخلي الليتر بي، يعني ممكن اعملهم على هيئه جروب، يعني على هيئه مجموعه، وارفعها لفوق شويه واعمل ليتر سي تحت منهم، نعمل تجميع ليهم. وده التجميع ده اكتر يبقى موجود في الموبايل. الموبايل فيه حته التجميع دي، ان انا اجمع اعمل سelection ليهم يعني. فانا احاول بقى اشوف كده ان انا احاول اعمل selection ليهم layer مثلا. ما عنديش بصراحه، ما عنديش في اللابتوب الاوبشن ده، لكن في الموبايل بتيجوا في الاخر بتدوسوا على الثلاث نقط، هتلاقوا حاجه اسمها select او تحديد. هتحددوا العناصر اللي انتوا عايزينها، وبعد ما تحددوها تبداوا تعملوا جروب او تعملوها تجميع بيها. وتقدروا بعد ما تجمعوها تقدروا تحركوا الجروب ده كله، الحرف الاي بالكلمات بتاعته تقدروا تحركوا زي ما انتوا عايزين. تمام. فانا هجرب حاجه اسمها لوك
اللوك اللي هو بوزيشن اونلي ده يعني ما مش عامل لي خالص، لا. يعني بصوا، ممكن حلو اهو، بصوا بدأ يتحرك اهو، هو نفع معايا تمام كده يا جماعه. بس في الموبايل بيبقى اسهل في الحته دي بالذات، يعني في الحته دي بالذات بيبقى جميل جدا. وابتدي بقى ان انا ممكن برضو اعمل نفس الموضوع جروب هنا، واعمل، بس انا لسه هعمل جروب، انا اختصر وخلاص يعني عادي. انا في اللاب اهو الموضوع هيبقى اسرع شويه عليا، لسه هدور على جروب وبتاع اهي. خلاص. طبعا انت حضرتك او حضرتك هتلاقي يعني لا، على حسب لسه الصفحه لسه فاضيه، فلما تحس ان البيج لسه فاضيه، لا انت ممكن تعدل عليها في اي وقت عادي جدا. يعني انت ممكن حلاوه كانفا اللي هو بيحافظ على التصميمات اللي موجوده، بيحافظ على اخر حاجه انت عملتها. حتى النت فصل فجاه، النور قطع فجاه، وده بيحصل كتير، فاطمن الديزاين بتاعك بيتحفظ في الحفظ والصون، ما بيحصلوش اي حاجه. تمام اهي كده مسموح لنا ان احنا نعمل برضو على الحرف السي عادي جدا. تمام اهو، باجي عند الزر اللي انا كنت واخداه اهو يا جماعه، همسح كلمه بي بس، واجي عند ريسنت يوزد او الحاجات اللي انا كنت بستخدمها قبل كده، ابتدي ايه؟ ابتدي اعمل ليها اظهرها كلها، واعمل انزل 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 لحد ما هي حاجه اسمها ايه؟ سي مور لايك ذس. ناخد اللون اللبني بقى ونبتدي برضو نصغره. ان انت ممكن تعمل على حرف الدي عادي، يعني لو اهو ممكن نعمل حرف الدي كمان، بس انا هكتفي بس بحرف السي لان بس الوقت مش عايزه اطول عليكم. خلاص كده اهو، وابتدي ان انا اغير اللون. احنا خلاص اتعلمنا، عارفه التركية ان انا اغيره منين؟ من الصوره. هي طبعا المفروض هنا الصوره، يعني هعمل سي اون اهي، انا عملت سي اون اهو، فطلع لي اللون ده اهو، لون الصوره، واخترت اللون اللبني اللي انا عايزاه، وبعدين هعمل ادوس بقى على البوزيشن اللي هو الوضع، واعمل باكورد. خلاص. وبعدين نيجي بقى نعمل البي كابيتال بي سمول، هعمله دوبليكيت واعمله زي كده اهو، اعمله سي كابيتال وسي سمول. تمام. فطبعا نيجي هنا بقى في حته ان انا عايزه اظبط ان انا احط الليتر سي. الليتر سي في ايه؟ طبعا في كات، في كور. ماشي، فانا اكتب مثلا كات اهي، سهل يعني ان شاء الله تبقى سهله. كات، وابتدي اسرش وادور على صوره الكات، اي صوره تعجبني من صوره الكات الموجوده هنا، وليكن دي مثلا يعني، وابتدي اصغرها. في اشكال كتير حلوه، اي شكل انت لاقيه كويس. تمام. طبعا الحاجات اللي هتلاقي عليها ووتر مارك مكتوب عليها كانفا عادي جدا، لان احنا مش مشتركين فيه. يعني في معلمين هيظهروا لهم علامه المائيه وبتبقى مزولهم جدا، اللي هو طب انا عملت ديزاين حلو وكلمه كانفا دي اعمل فيها ايه؟ للاسف الشديد هو بيطلب منك عشان تتشال الكلمه دي لازم نشترك في الكانفا برو. تمام كده. كانفا برو اللي هو النسخه المدفوعه دي بتبقى بسيطه، يعني بتبقى 150 جنيه في السنه، يعني بتدفع 150 جنيه على مدار السنه. في ناس تقول لك لا هدفع واشتراك ومش عارف ايه، بس والله بجد هتلاقي اللي هو ده دراعك اليمين اساسا، مش هتقدر تستغنى عنه. فانت مش هتدفع غير لما انت اصلا تدمنه، ان انت لا ده البرنامج فعلا يستاهل ان انا ادفع عشانه. 150 جنيه على مدار السنه، مش كل شهر، ده على مدار السنه كلها اللي هو 12 شهر ب 150 جنيه، فده مش مبلغ. فاهميني؟ فاهو ماشي اهو. خلاص، ونيجي بقى نكتب كار، وندور على شكل الكار مثلا. تمام. نختار مثلا دي. طيب هنعمل دوبليكيت لكلمة كات، و... ويا دوبك بس هنشيل حرف التي بس ونحط الار، بس كده حاجة خفيفة كده اهو. خلاص، ما خدناش وقت. تمام كده، بس كده. ده كده اول مذكره معايا. احنا ممكن طبعا ناخد حرف الدي، ولكن انا يعني ايه، انا شايفه لا المذكره يعني انا مش عايزه اتقل عشان الوقت برضو. فممكن نعمل سبيس من تحت، نسيب مسافه عادي، نسيب جزء فاضي من تحت عادي، مفيش اي مشكله خالص. عايزين برضو تعيدوا الترتيب اللي هم تخليهم 3 حروف، برضو مفيش اي ادنى مشكله خالص برضو. ده كل ده بيرجع لحضراتكم. طب معلومات اللغه العربيه،
هتعمل ايه برضو نفس الموضوع بس مع تغيير اللانجوج او يعني تغيير اللغه الموجوده. مثلا نعمل ايه على الحروف اللغه العربيه، هي هتبقى سهله يعني ان شاء الله. احدد بس الصفحه واعمل لها دوبليكيت بالشكل ده. يعني هكررها تاني، بس يا دوبك ان انا هغير بس ايه اللغه، يعني مثلا بدل الالفابت هخليه الحروف الهجاء. هقول لكم على تريكات اللغه العربيه عشان هي هتلاقي الخطوط كلها متشابهه. يعني انا كده بص كده حروف الهجاء هو اصلا خط افتراضي، ده خط افتراضي عادي ومش احسن حاجه. طب انا ادور عليه ازاي؟ يعني انا عايزه ادور على الحروف يعني خطوط احسن من كده شويه. اعمل ايه؟ ابتدي احددها وبعدين اخش على الفونت. طبعا انا يعني هسرش، بس هي الفونتات هنا بتتحمل. ممكن اعمل كوميك سانس، حاجه تدعم اللغه العربيه اهي. سيرش فوق هنا يا جماعه شايفين اهو، هكتب. ده حلو جدا الخط ده قوي جميل جدا شايفينه. لو عملت زوم عليه اهو، في آه اهو حاجات يعني خاصه باللغه العربيه بس الاشكال حلوه. تمام. في بهجه، في تومه، في هاجر وهو مسمين على اسم يعني اسم بنات، في حنين، في مانجو. دي خطوط باللغه العربيه بس شكلها شيك وحلو. تمام. طيب انا شايفه الخط بتاعي برضه فيه مشكله، فيه فواصل، فيه لا يعني لا، في فواصل كده. بصوا يعني لو انا جيت عملت هاجر مثلا او حبيبه او اي خط فيهم، تمام كده اي خط يعني عموما، فلا لاقياه لا، في متقطع. طب ازاي اتفادى الموضوع ده؟ يا اما بيكون عن طريق السبيسنج، يعني اللي هو عن طريق اهو يا جماعه سبيس ما بين الليترز. فانا بعمل المسافه او اللي هو بيقول التباعد، فانا اقرب ما بينهم يبقى خلاص كده انا شلت ايه الفواصل ما بينهم دي، يعني اللي هي الخطوط اللي بتفصل ما بينهم اهي، لزقتهم في بعض. تمام. طب خلاص كده بالعربي بقى معروف اللي هو باليمين اليسار، فمعروف ان ده هناخده كده ونحطه هنا. خلاص سهل. طبعا هشيل بقى التمساح بتاع التفاحة والحاجات دي كلها. تعالوا بينا بقى هنا ألف باء. سهلة بقى الموضوع ده كده. هكتب حرف الألف ايه ده انجلش اهو، خلاص واخده وازقه هنا. خلاص موضوع بسيط. تمام كده. بس طبعا خلي بالنا ان احنا نسيب ايه 2 سنتي في اطراف الورق او اطراف الديزاين، اطراف الصفحه، عشان الطباعه وعشان القص. اوكي. لما بتبحث بالانجلش هتلاقي النتائج احلى. يعني انا هجرب كده ابحث بالعربي، انا مدرسه عربي فماليش في الانجليزي، هنجرب ايه اهو. تمام. وانا حطيت صوره الاسد اهو. برضه نفس الموضوع بقى حرف الباء وحرف التاء وحرف التاء. بس وصلت لكم الفكره. تمام. برضه حرف الباء هتعملي نفس الموضوع، هتاخدي هنا وتحطي هنا كله باليمين بقى. شايفين يا جماعه؟ يا دوبك بس يعني هزقه شويه زقه وبعدين ايه. انا عايزه تاني بس الناس اللي فاتتها النقطه دي يعني. تمام اهو. ماشي. طيب حرف الباء، حرف الباء ايه اللي حرف الباء بقى؟ ايه اللي بحرف الباء؟ طبعا هعمل دوبليكيت لكلمه لحرف الالف، همسكه تاني وابتدي احطه بيست هنا. بس ايه طبعا أهو. هعدل عليه واكتب باء. خلاص خلص. هقول لكم بس ازاي نحفظ البتاع ده وخلاص نقفل ماشي عشان ما نطولش عليكم. اهو معروفه بطه. طيب ماشي خلينا في البطه الحلوه دي اللي هي حتى لونها لون الخلفيه. طب في بطه تانية اشياء برضو لونها اغمق شويه هتبان. ماشي نمسح دي بقى ونخلي دي اي حاجه تبين بس يعني ما خليش الخلفيه اللي مغطيه على اللون العنصر اللي انا حطاه. خلاص ظبطنا حطينا البطه تحت الاسد وجينا نمسح كلمه بير وننسخ كلمه اسد
ونكتب بدلها كلمه بطه وخلاص الموضوع سهل ما فيهوش اي صعوبه. وهننزله على البي دي اف. انزله ازاي؟ احفظه ازاي؟ تعالوا بينا نشوف بسرعه. اهو كده بعمل ديليت عادي. نيجي بقى كده هنخش على شير، كلمه شير شايفين يا جماعه؟ هشوف حاضر القلم عشان اوريه لكم. القلم اهو، شايفين كلمه شير اهي دي دي هضغط عليها. تمام بس كده. وبعدين يعني بعد ما اضغط عليها اعمل ايه؟ بعدين داونلود. وبعدين اهو بعد داونلود مش هخليه بي ان جي طبعا، لان البي ان جي ده بيرفع مع الاعلانات والسوشيال ميديا والصور. امال انا اخليه ايه؟ بي دي اف. عندي بي دي اف ستاندرد اللي هو البي دي اف العادي اللي انا هعرضه على الزوم بقى كفايل عادي جدا. وهو هضغط عليه كده ماشي. طبعا ده الحاجات الخاصه بالبي دي اف. هو بيقول لي هنزل اول بيجز اللي هو الصفحه 16 صفحه ولا هنزل صفحتين بس. انا هنزل 3 صفحات بس يعني هعمل سيلكت على 3 صفحات بس اللي هي بالعربي والانجلش، مش عايزه انزل كل ده. تمام حلو كده حلو كده. وبعدين اعمل داون وبعدين اعمل داونلود خلاص خلصت. ده البي دي اف ستاندرد اللي هو انا هستخدمه اصلا عشان اعرضه على الطلبه بتوع السوشيال ميديا او انا هبعته لهم عشان يطبعوه. لكن اللي هو بتاع الطباعه بقى هقول لكم ده تعملوه ازاي. تعالوا بينا بقى لو انا ناويه اطبع فهنزله الطباعه ازاي. اول حاجه هدوس شير بي دي اف برنت اللي هو الطباعه. خلي بالكم بقى بي دي اف برنت فيه شويه تعديلات كده هنعملها يعني اوبشنات انا بسهل على المطبعه اللي هي ايه الدنيا تبقى جاهزه بالنسبه لها اللي هو اسهل عليه القص اسهل عليه الحبر اللي هو يختاره لي وهكذا. بي دي اف برنت. فلما اعمل بي دي اف برنت تمام يا جماعه هختار كروب ماركس اند بليد ودي بسهل على الراجل بتاع المطبعه اللي هو يعني في علامات كده تظهر له هو يجي بقى ايه يقصقص عندها اوتوماتيك. فدي انا بسهلها له ماشي. بعدين طبعا هختار البيجز. انا هختار مثلا كام بيج مثلا حوالي 3 صفحات برضو 3 صفحات بس عشان بس ما اطولش عليكم. تمام بس كده. وبعدين لو انت عايزه تعملي كل صفحات بتخليه اون. تمام كده كل صفحات. وبعدين بقى خلاص خلصنا. نيجي بقى ننزل هنا. هنا دي مهمه جدا نوع الطباعه ايه. ودي بتظهر للناس المشتركه في الكانفا برو يعني الناس اللي عندها كانفا برو او الكانفا المدفوع. فده انا بختار له نوع الطباعه ايه. انت عايزني طباعه ديجيتال ولا طباعه اللي هي انك اللي هي الطباعه اللي احنا معظم كل الكتب بتشتغل بيها. الكتب الخارجيه الثانيه ممكن تشتغل ديجيتال عادي الليزر. فانا هشتغل انت عشان هي ارخص اكتر من ديجيتال. ديجيتال الواحده الصفحه الواحده ب 5 جنيه. اضرب بقى 5 جنيه في 16 صفحه هيطلع لك كام؟ فحوالي 80 جنيه حاجه زي كده. فخلينا لا خلينا في الانك افضل اللي هو سي ام واي كي. تمام كده. واضغط عليها وبعدين اعمل سيف واعمل داونلود وانزل. خلاص كده هو الفايل عندي اتحفظ جاهز. يبقى انت كده منزل حاجه للطلبه بتوعك هتظهر لهم هتشرح بيهم وحاجه انت منزلها للبرنت للطباعه بس. فدي لازم نركز فيها قوي عشان لو انا عايزه اطبع يبقى الطباعه تطلع بالمسطره بالقلم. الالوان واخده حقها يبقى مشبعه متوزعه صح. فاهميني القص كمان يبقى مظبوط. فانا هخليه كده هكتبه كده طباعه اهي اهو واعمل سيف. خلص. طب هلاقيه فين بقى اللي انا حافظه ده هلاقيه فين؟ هتلاقوه في الداونلودز او هتلاقوه في ماي دوكيمنت تقريبا او في داونلودز في التنزيلات. في ناس هتلاقيها في الفايل بقى اللي هو في الموبايل هتلاقوه في الفايل اللي هو مدير الملفات بقى وكده. هتلاقوا اخر حاجه لازم في الفايل اهو. بصوا يا جماعه ده الطباعه اهو افتحه لكم على السريع اهو. ده الشغل اللي انا عملته ومفروض يبقى اصغر من كده بس انا هوريكم الاصغر من كده شويه اهو. هعمله بصوا بقى اهو اون سكرين اهو اهو. تمام كده دي الشغل بتاعي اللي انا عملته اهو. ماشي يا جماعه خلاص موضوع سهل. ان شاء الله المره الجايه هنتعلم ازاي نعمل اعلانات من خلال برنامج كانفا او برزنتيشن. شوفوا بقى انتوا عايزين ايه المره الجايه. اشوفكم على خير مع السلامه الله.